السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. كيف العاده مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. ومرحبا بكم في قناتكم قناه حسناء امين. اول حاجه نبداو بها بالصلاه والسلام على اشرف المرسلين. واليوم غادي نشارك معكم وصفه الناس اللي وصلوا لمرحله كور وعطي العور. هذه البنات في الدقيقة 90، سهلة زوينة و اقتصادية ولكن بنينة. صدقوني، شنيك مالح غزال بزاف، كيجي رائع في المذاق ولا اروع. شي حاجة اللي هي طوب البنات. العجينه غادي نحتاجو فيها ساهله البنات، غادي نحتاجو فيها 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غادي ناخذ هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره خميره الخبز، وكاس ونص ديال الحليب يكون سخون، ماشي سخونه البنات، يكون دافي، مهم ما ديروش بارد. غادي نخلط المكونات مزيان مع بعض، ما يبقى ليش الطحين مكور اولا دوك الحبيبات. غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه يضاعف الحجم ديالو اولا يختمر. المرحله الثانيه البنات، من بعد ما اختمرت ليا العجينه كيف ما كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالها واختمرت ليا مزيان، هنايا غادي ناخذ البنات ربع كاس ديال الزيت. الزيت البنات ديروا النباتيه اولا زيت الزيتون اللي بغيتو، شويه ديال الملحه والزعتر باش نسمت. والدقيقه البنات غادي تزيدوا كاس ديال الفينو الدقيق الاصفر وكاس ديال الفورص، يعني في المجموع 3 د الكؤوس ديال الدقيق الابيض وكاس ديال الفينو. وإلا شفتوا العجينه ديالكم مازال ما تجمعاتش فزيدوا شويه، يعني كيبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق البنات. هنايا كيف ما شفتوا معايا البنات راني ما درتش كاس كامل، بحال اللي قلتوا درت كاس لارب، يعني بقى لي واحد شويه منه، لان فاش درت الفينو في الاول تجمعات لي العجينه وزدت داكشي اللي بقى ليا من الفورص. صافي البنات غادي نشكلوها مباشره وغادي تحركوها غير باطراف الاصابع ديالكم، ما تدلكوها ما حتى شي حاجه، يعني غير جمعوها وخذوا شويه ديال الدقيق لانها كتلصق واحد شويه، وشكلوها تلقوها كامله على سطح العمل كيف ما كتشوفوا. وخذوا لاصوص طوماط جاهزه اولا ديروها في المنزل ديالكم، راني شاركتها معكم. كنخليها البيتزا ولا الوصفات بهذا الشكل هذا كتجي زوينه ومنسمه. من بعد البنات غادي ندير واحد شويه ديال الطون ديال الزيت، شويه ديال الزيتون الاسود مقطع الا متوفر، الا ما كانش ماشي ضروري، والفرماج من الفوق، الفرماج موتزاريلا اولا الحمر، مهم اي نوعيه الفرماج عندكم ديروها. من بعد ما تعمروا العجينه ديالكم حاولوا تلفوها، وحاولوا انكم تلفوها يعني دقه واحده من الجوانب ومن الوسط، ما تحاولوش تركزوا غير على الجوانب اولا على الوسط، غادي يجيكم الشنيك ديالكم يعني لا فورم ديالو ماشي بحال. بعد ما لفيتها كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ واحد الخيط ونقطعها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا في الفيديو. الوسيله ديال الخيط كتجي احسن واسهل من الموس، غيجيكم الشنيك ديالكم عنده نفس لا فورم وما غاديش تضيع له لا فورم ديالو. صافي من بعد ما ساليت تقطع غادي نديرهم في واحد اللاطه. في هذا الاثناء راني شعلت على الفران ونقصت عليه حتى يسخن مزيان، ودخلوا الشنيك ديالكم من بعد ما يخمر المره الثانيه، ضروري ما تخليوه يخمر. هنايا البنات من بعد ما درتو في اللاطه راني يعني بسطته واحد شويه، ضغطت عليه واحد شويه وخليته حتى اختمر مزيان، عاد دخلته للفرن وطيبته على مهل، وتكون يعني الدرجه ديال العافيه ديالكم ناقصه، ما تجهدوش عليه العافيه لانه راه دغيا كيطيب. صافي البنات بعد ما طاب من التحت غادي نشعل عليه من الفوق يتحمر لي غير واحد شويه، وها هو الشنيك ديالنا واجد. كيجي رائع البنات، كيجي خفيف قطني، ما كتحسوش به نهائيا. تاكلوا حتى يعني 5 6 7 ديال الشنيكات ما تحسوش به نهائيا، يعني كيجي خفيف والحشوه كتجي لذيذه بزاف ورائعه. صدقوني نتمنى تجربوا هذا الشنيك وتردوا عليا في التعليق كيف جاكم. انا غنقطع معكم وحيده تشوفوها كيفاش جات. هانتوما رجات رطيبه وخفيفه بزاف بزاف، هانتوما من التحت راه محمره وكذلك حتى من الفوق. نتمنى الوصفه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم.
ونتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم الا عجبتكم الوصفه بطبيعه الحال، والتعليق الزوينه ديالكم. واللي مازال ما اشتركاتش في القناه تدخل تشترك فمرحبا بك والف مرحبا اختي. ها هو البنات كيفاش كيجي من الداخل، كيجي خفيف بزاف، ما كيجيش معجن نهائيا. نتمنى الوصفه ديال هذا النهار تعجبكم، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. حتى لهنايا غادي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه، موعدنا في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.